مش بنبرر لحد، مش بنقول ده صح وده غلط، مش بنقول ان هو بنبتدع مواقف عشان نقول حيثيات، ما بنتملقش لحد. قبل ما تقول رأيك وتعلق شوف الفيديو للآخر. السلام عليكم. هنتكلم النهارده في موضوع شاغل دماغ ناس كتير قوي في قطاعات مختلفة قوي، من أرياف، مدن، قرى، زي ما انتوا عايزين تسموها سموها، وهي المغالاة في كل حاجة. يعني ايه مغالاة في كل حاجة؟ يعني ده واحد عمل فرح كبير جدا وكلف عليه والدنيا كانت ميغة زي ما بيقولوا. ده فلان راح عمل عزال لبنته وكلفه فلوس الدنيا والآخرة. ده حتى بقت موضة دلوقتي يعملوا العزا ويكلفوا عليه ويعملوا مش عارف ايه. انا هرد بس بلسان حل بسيط جدا، مش مبررات لحد ان ده صح وده غلط. خلينا نتفق في المبدأ بس في الاول، ان قد تكون من وجهة نظرك غلط، بس ده قد تكون من وجهة نظر اللي عمل ده صح. لو احنا جينا نرجع لورا كده شويه هنلاقي ان 90% ولا 85% ولا 80% من الناس اللي معاها فلوس حالا ظروفهم الماديه كانت وحشه. كل واحد بدأ من الصفر لغايه ما ربنا كرمه، يا ارزاق زي ما بنقول. كون بقى ان فلان عمل وصرف، فكل واحد بيعمل على قد الامكانيات المتاحه بالنسبه له. يعني عمل فرح كبير جدا جدا وكلف عليه، فالناس تقول لك ايه ده ما كانش لاقي ياكل، هو كان حيلته ايه، هو كان مش عارف ايه، هو يا ما كانش حيلته حاجه بس ربنا كرمه. طب الناس تقوم رده وتقول ايه؟ طب ما كان طلع بدل الفلوس ده عمل ثواب لله وعمل طلع لفلان وفلان 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 وفلان. هو انت ايش دراك ان فلان ده ما بيطلعش؟ الغلبان بيطلع. كل واحد فينا بقى بيحكم الموقف من وجهه نظره الشخصيه بطريقه التعامل مع فلان. انا قصدته في خدمه فما عملهاش فببدا اتكلم عليه وحش، غير انا قصدته في خدمه فعملها لي فببدا اتكلم عليه حلو. مش ده حقيقه؟ انتقاد، فالانتقاد بيبقى على حسب الحاجه. هقول لكم على حاجه ظريفه. تلات ارباعنا بنتكلم بنقول الجهاز اللي بنجيبه للعروسه ملوش تلات ارباعه ملوش لازمه. صح كده؟ بس بروح استلف فلوس لو ما معيش عشان اجيب، عشان هي مش اقل من بنت فلان، وهي مش اقل من زميلتها وبنت خالتها وبنت عمتها والكلام ده، واحنا مقتنعين ان هو اصلا ملوش لازمه. معاك فلوس بتروح تجيب. وانا قلت قبل كده لو معاك فلوس ومش عارف تجيب او ما جبتش يبقى انت حرام عليك. بنبررها انها مش اقل من بنت فلان، بنبررها انها ما ينفعش تخش من كسر عند فلان، ما ينفعش اصل يقولوا عليها كذا، احنا مش اقل. صح كده؟ مبرراتنا جاهزه اهي. طب لما فلان ده يعمل فرح كبير ويكلف عليه، ما بنبررلوش ليه؟ هي نفس المبررات. طب هو بل هو معاه فلوس وعمل، ما استلفش، ما فرضش عليك تروح المناسبه الاجتماعيه دي. هضرب مثال تاني. لما بيحصل مناسبه عند اي حد، فرح، حاله وفاه ولا بتاع، اوتوماتيك بتبدا تروح تجيب اكل على قد امكانياتك الشخصيه، عشان الناس اللي جايه لك من بره ده عايز تعمل معاه واجب. ما مش جايه الناس جايه لك قرايبك من الحته الفلانيه وقرايبك من الحته الفلانيه، فبتبدا تجيب على قد امكانياتك الماديه تعمل اكل. مش كله بيحصل كده؟ فكل واحد بيكلف على قد امكانياته. وارد ان انت تروح في اي حته تلاقي ناس مكلفه كتير وعامله اكل كتير علشان امكانياتهم كده، عشان ما ينفعش الناس اللي جايه تعمل معاك واجب ده اجتماعي تمشي من كده. ده فلان بيمسك في يوم وده فلان بيمسك في يوم ويقول لك ده احنا مجهزين اكل ومش عارف ايه، والناس بتمشي كده. صح كده؟ فزي ما بنعمل معاهم، حابب يعمل ده بطريقه ما بقى، هو حر فيه. طالما ما هوش مادد ايده وسالف وبيصرف من ماله الخاص، يبقى ما تلومش عليه. ما تقولش اصل المفروض يعمل. ما احنا ما نعرفش اذا كان هو بيعمل ولا ما بيعملش. الحاجه بينه وبين ربنا، هو اللي هيتسال عليها. كل واحد بيتسال كده من اين اكتسبه وفيما انفقه، مش بتاعتك انت وهو بقى. طب ناخدها من باب تاني. ده عامل مش عارف ايه ومكلف عليه وحاجات كلها ملهاش 30 لازمه. طب احنا هنقول لها 30 لازمه في حته تانيه. ما هو لو ما عملش ده، بتاع الفراشه مش هيرزق، وال 15 16 واحد اللي شغالين ببيوتهم في مفتوحين، بتاع الكهرباء مش هيرزق، بتاع البوفيه مش هيرزق، بتاع الفرقه مش هيرزق، بتاع الفيديو. انتوا واخدين بالكم؟ هو ربنا مسخر ناس لناس ترزق من وراه ارزاق. فلما تيجي تنتقد حاله اجتماعيه،
بتنتقدها في مضمون الشخص نفسه، هو معاه ايه وقادر يعمل ولا مش قادر يعمل. بتنتقد لمجرد الانتقاد مش كويس، بتنتقد عشان مش قادر طب احنا لو معانا فلوس هننتقد؟ هي دي كل الفكره. انما احنا بننتقد عشان ما معناش، عشان بنقول ان هو مش عارف ايه. اربطوا ده بجهاز بنت بجهاز ولد اللي بنروح نجيب 3/4 ملوش اي 30 لازمه، بس عشان هي مش اقل من فلان، مش اقل من فلانه. الكلام بكرره تاني اهو. يبقى نفس القصه لما بيجي يعمل السين او صاد ده، هو معاه فلوس وربنا رزقه بفلوس ايا كانت بقى، هو دماغ كل واحد عاجبه، فبيعمل عشان هو مش اقل من فلان، وبعمل عشان حاله اجتماعيه وواجهه اجتماعيه، وبعمل عشان مش عارف ايه. بقى عايش في حاله اجتماعيه جديده بالنسبه له تتطلب منه انه يعمل ده. نسي زمان، فتره زمنيه فاتت كنت فيها ظروفي كذا وانا نسيتها. بتعامل بالموقف الحالي، انا ما ببررش لحد والله يعمل. هو الموضوع كله في الاساس انا وجهه نظري الشخصيه غلط، بس برضه كل واحد ايه حر في اللي هو بيعمله. هقول حاجه تاني، لما انت جيت تروح الفرح ده وانعزمت ومش عاجبك البهرجه دي ما تروحش. هو انت داخل الفرح الراجل قال لك بعد اذنك عشان تحضر لي فرحي ولا تحضر لي المناسبه العزا، ما انتش داخل الا لما تدفع فلوس مقابل ان انت جيت لي هنا. لم تكاليف حاجته منك انت ما حصلش. فانت لما تروح تعمل واجب اجتماعي تروح تعمله برضا خاطر، يا ما تروحش تعمله. ده قصدي والله، ما ببررش لحد يعمل، وما بقولش ان ده صح وده غلط. هو كل واحد حقه ويعمل كده، من حكم في ماله ما ظلم زي ما بيقولوا. ايه الصح ايه الغلط خلاص هي بقت ماشيه كده. زي ما احنا بنتفنن نبرر واحنا مقتنعين انه غلط، فما نلومش على حد غيرنا بيعمل حاجه غلط. انت مش عاجبك ما تروحش، انتقد الموقف. بس هل انا اقدر اقول ان انت ما بتعملش لله؟ ماليش ضمان. هو مطلوب اللي بيعمل لله ده كل ما يروح لحد يقول انا اديت فلان، انا عملت له فلان؟ زي ما بتبرر نفسك في حاجات انت بتعملها ومش مقتنع عشان الناس، هو بيعملها عشان الناس برضه، وغيره بيعملها عشان الناس وبفلوسي. سلام عليكم.